السلام عليكم، شراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم اول وصفاتي لهذا العيد ان شاء الله. خيرت لكم ديليس الكراميل والشوكولا، من اسهل وابن الحلويات اللي درتهم. شوفوا يجي بزاف بنين وطريقه تحضيره بزاف سهله. جبت لكم ايضا سر من اسرار الورشات خاصة في الكراميل. شوفوا كنت ديجا حطيته في الانستغرام وكامل هبلوا عليه وراهم كامل يسناو في الوصفة. نتمنى انه كامل تفرجوا الفيديو للاخير، فرجة ممتعة. اول شيء راح نبداو بوصفة الكراميل اللي عندي فيها 150 غرام سكر عادي، 150 غرام كريمه سائله. انا استعملت فونديليس، من الاحسن تكون نوعيه تاعها مليحه. هذه فونديليس عائله خاصه بالحلويات، ديروا بها وما تخافوش، ومام السعر تاعها ماهوش غالي بزاف. عندي 200 غرام شوكولا بيضاء، من الاحسن ايضا تكون نوعيه تاعها شويه مليحه. انا خدمت بالتاج، تحبوا ديروا الوجدان ولا ماكسون هذيك، المهم تكون النوعيه تاعها مليحه وخلاص. عندي ايضا 50 غرام زبده وايضا قرصه تاع الملح. هذا مكان ونروح نشوفوا كيف الطريقه. راح نجيب المقله ولا الطاوه تاعي نسخنها شويه من قبل، من بعد راح نضيف عليها السكر. نبقى هكذا غير نحرك حتى يذوب لي هذاك السكر كامل ويولي لي كراميل بهذا الشكل. برك ما تغفلوش عليه هكذا باش ما يتحركش ويكحل، يعني اللون تاعو تفسد لنا الوصفه. كما راكم تشوفوا لهنا راهو بدا يذوب. راح نكمل نحرك حتى نتحصل على هذا القوام. بعد ما يذوب لي كامل راح نضيف هذيك القطعه تاع الزبده ونحرك مليح حتى نذوب لي كامل هذيك الزبده في الكراميل تاعي بهذا الشكل. لهنا في نفس الوقت راني كنت سخنت الكريمه السائله تاعي ورايحه نضيفها مباشره بعد ما تذوب لي عفوا هذيك الزبده. شوفوا الكرنفاش مهم ديروها يا دافيه يا سخونه، المهم ما تلوحوهاش بارده. هذا مكان برك كي تلوحوا الكريمه السائله تاعكم ادبدوا رواحكم هكذا شويه باش ما تطرش على وجوهكم يعني وتحرككم. كما تعرفوا الكراميل شويه واعر. شوفوا لهنا اذا جمدت لكم ما تخافوش، جوست ابقاو حركوا حتى تولي تذوب معكم وتولي القوام تاعها كيما في الاول، يعني تولي سائله بهذا الشكل. غير تبقاو تحركوا هذا مكان حتى نذوب لي كامل. يعني اذا جمدت لكم ما تخافوش ولا تقولوا راهي فزدت لنا. لهنا كنت ضفت قرصه تاع الملح ونزيد نحرك هذا مكان. اما السر اللي يخلي الكراميل تاعي يجي يتعالك بهذيك لافاصون هو الجلوكوز. شوفوا تحبوا ديروه وتقدروا ايضا تستغنوا عليه، يعني ماهوش ضروري. الجلوكوز وشنو الدور تاعو في هذه الوصفه، انه يدير هذاك ليفي تاع يعني اللي يجي الكراميل تاعكم يتعالك، يدير لكم هذاك ليفي وفي نفس الوقت يعتبر محسن للكراميل. يعني الجلوكوز راح يخلي الكراميل تاعكم يبقى جديد ويبقى كيما راه اطول مده ممكنه. يعني الكاطو تاعكم ما يطول راح يبقى الكراميل تاعكم جديد كيما راه. وايضا تقدروا تستغنوا يعني تحبوا ما ديروهش راح تحصلوا يعني على نفس القوام ونفس البنه تاع الكراميل. انا حبيت نعطيكم الدور تاع الجلوكوز في هذه الوصفه وانتوما كيما تحبوا يعني. والسعر تاعو ماهوش غالي بزاف، راهو يتباع بارتو في لي سوبيرات. نورمالمون الباطه تاعو دير 150 دينار يعني 15000. شوفوا رايحه نصفي هذاك الكراميل تاعي مباشره فوق الشيكولا وهو سخون، يعني باش الشيكولا تاعنا تذوب في هذيك السخانه تاع الكراميل، يعني مباشره هو سخون ونفرغوه على الشيكولا. حنا يعني نحبوا نصفيوه ونقاو هكذاك ما يكون شويه سكر قاعد محجر ولا مازال ما ذابش. هذا مكان يعني باش نحيو الشكوى فقط. شوفوا لهنا راح نبقى نحرك نحرك باش نذوب هذيك الشيكولا في السخانه تاع الكراميل. شوفوا الله يبارك الكراميل تاعي كيفاش جا بعد ما ذابت لي هذيك الشيكولا. شوفوا كيفاش يبان ديجا هكذا، راهو يبان القوام تاعو من الفيديو. وشوفوا راهو يبان يتعالك يعني يجي كيما الكابريز. الله يبارك. شوفوا يجي واحد البنه مش نورمال. يعني ستكوني هذه وصفه من وصفات الورشات، وصفه ناجحه وتقدروا تعتمدوها في عده وصفات. لان واش ندير راح نجمد هذاك الكراميل تاعي في هذا الموسيليكون. شوفوا هذا الموز اللي كنت تلقاوه بارتو عند لي بيو لوازم الحلويات. انا صراحه عنده اكثر من 10 سنوات وهو عندي. نهار خرج هذاك الموديل تاع البومبي في 2015 وداروا بيه حاله. انا واحده من الناس خدمته بزاف هذاك الموديل
ومن هذيك ما استعملتوش هذا السيليكون حتى اليوم، وكتب ربي وين درت به. شوفوا البنات لهنا تقدروا تبدلوا شكل، اكزومبل عندكم سيليكون تاع قلب ولا سما لهنا شكل ديروا كيما تحبوا. اكزومبل انا درته مدور، وتقدروا نتوما تبدلوا في الشكل على حساب السيليكون اللي عندكم. الان واش ندير؟ رايحه نولي للبسكويت تاعي اللي عندي فيه 150 غرام تاع شوكولا بالحليب، رايحه نذوبها مع 250 غرام زبده، راح نذوبهم في حمام مائي كيف بهذا الشكل. راح نروح نذوبهم، وفي نفس الوقت راح نروح نطلع لاجينوز تاعي اللي عندي فيها 5 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، ما ديروهمش باردين طول من الفريجيدير. عندي ايضا 250 غرام سكر عادي، عندي 120 غرام فرينه و30 غرام تاع كاكاو بني. لهنا نجيب ريسيبيون رايحه نطلع فيها البيض مع السكر، نجيب الباتور تاعي ولا البيترا ونطلعهم على اعلى سرعه عندي حتى يتضاعف الحجم تاعهم، ويعني يولي الخليط تاعي باللون الابيض، يعني القوام تاعو راح يجي كيما القوام تاع لاموس بهذا الشكل، يعني راح يضاعف حجم الخليط تاعي 2 مرات. لهنا واش ندير؟ رايحه نضيف عليهم هذاك الخليط تاعي تاع شوكولا مع الزبده بعد ما كنا ذوبناه وخليناه يبرد. ما ديروش طول سخون هكذاك باش ما يهبط لكمش البيض تاعكم، يعني ديروه على الاقل يكون دافي، المهم ما ديروهش سخون طول يغلي. راح نكمل نخلط بالباتور حتى ينسجموا لي مليح مع بعضهم. من بعد رايحه نغربل عليهم الفرينه مع هذيك الكاكاو بهذا الشكل، نغربلهم مليح. من بعد رايحه نجيب سباتول تاعي ونخلط هكذا غير من الفوق للتحت باش الخليط تاعنا ما يطيحش حتى ينسجموا مليح مع بعضهم، ونتحصل على هذا القوام اللي يجي كيما تاع المسكوسه. وبما ان المقادير مضبوطه كامل رايحين تحصلوا على نفس القوام. لهنا راح نجي نطيب لاجينوز تاعي. شوفوا انا لهنا راح نخدم بهذا المول سيليكون انا ولا غير كان عندي يعني في الدار. شوفوا معليش اذا ما كانش عندكم هذا الشكل نديروا شكل يشبه له، ولا نديروا هذاك اللي يجي طول مسرح. انا تاعي راهو مشرشف كيما راكم تشوفوا. سينو شوفوا تحبوا تبدلوا الشكل، مثال في الكراميل اذا درتوا اكزامبل مول سيليكون يكون قلب، لهنا الكيك كيف نطيبوه على شكل قلب. سمعت لكم مثال بركو، اذا ما عندكمش طول مول سيليكون تقدروا طيبوا طول في البلاطو، مثال البلاطو اللي راني حاطه فيه المول سيليكون طيبوا فيه عادي، ادهنوه برك بالزبد والفرينه ونحفروا الخليط تاعي ونحطوه يطيب. من بعد نطبعوا جوست بالطابع تاع الصابلي، وهذا ما كان كما راكم تشوفوا. كنت طيبته على 180 درجه، نتاكدوا مليح باللي راهم طايبين لداخل بالكوردون، يعني كي يخرج الكوردون تاعي ناشف نعرفوا باللي راهم طايبين. شوفوا الله يبارك كي ديموليتهم كيفاش تجي. شوفوا هذا البسكويت يجي غراف هايل، يجي هكذا خفيف وطري. الان واش ندير؟ راح نجيب هذاك الكراميل تاعي بعد ما حطيناه يجمد. شوفوا لازم يجمد 100% بهذا الشكل. راح نديمو ليه فاسيلمون ونحطوه فوق هذاك الكيك تاعي. كما قلت لكم اذا طيبتوه في البلاطو يعني جوست اطبعوا برك، هذا مكان نطبعوا الحبه تاعكم وحطوا الكراميل من الفوق. برك البلاطو لازم يكون صغير، ما لازمش يكون كبير بزاف. واذا ما عندكمش بلاطو يكون صغير ولا حبيتوا ديروا كميه كبيره برك ضعفوا المقادير، هذا مكان. الان واش ندير؟ رايحه نقلاصيهم. شوفوا لهنا كنت ذوبت شوكولا بالحليب، ضفت لها شويه برك تاع الزيت حتى تحصلت على هذا القوام. الان واش ندير؟ رايحه نجيب الحبات تاعي ونقلاصيهم. فقط ملاحظه، شتو كي تخرجوا الكراميل من الفريجيدير ما تطولوش عليها، لازم جوست ما تخرجوها من الكونجيلاتور، جوست ما تخرجوها تحطوها فوق الحبه تاعكم تقلاصيوها. الكراميل تاعكم ما لازمش تخليوها فوق البوطاجي ولا فوق البلان دو طرافاي، تخليوها طول شويه باش تقلاصيوها، لانه الكراميل هذاك راح يعاود يطلق روحه ويعاود يذوب. من بعد مش راح يديموا لكم مره، لازم جوست ما تخرجوه من الكونجيلاتور وديموا ليه طول تقلاصيو الحبات تاعكم وهما هكذاك جامدين، لانه كنت تخليوها الكراميل تاعكم عاد راح يولي يعاود يطلق روحه من دار جديد وتعاود تتحتم عليكم دخلوا للكونجيلاتور ويطول باش يجمد لكم. فباش نيفيتيو هذه المرحله يعني جوست ما تخرجوه من الكونجيلاتور طول اكلاسيو الحبه تاعكم. هذا مكان لهنا كنت كيما شفتوا كلاسيتها بالحب باش يكون هذيك، ودرت خطوط زينت بهم من الفوق
هذا ما كان. شوفوا لهنا الكاطو تاعي راه واجد. انا زينته بهذيك عيد مبارك. لي موتيف هذو راهم يتباعوا بارتو عندي، يبيعوا لوازم الحلويات، ودرت له هذاك البوكي تاع الورد. ايضا الورد راهو متوفر بارتو عند لي يبيعوا حوايج تاع الكاطو. برك اذا حضرتوا نفس التزيين تاعي كيفاش ترجقوا هذاك البوكي تاع الورد، يعني جيبوا كوردون ديروا ثقب هكذا في النص وارجقوا البوكي تاعكم، وهذا ما كان. شوفوا الله يبارك الحبه تاعي كيفاش تجي. شوفوا صدقوني بنين 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 قرف هذا الكاطو. شوفوا نتمنى انكم تجربوه، يعني حبيت نقسم لكم الحبه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل وباش تتاكدوا من نجاح الوصفه. شوفوا لي الله يبارك هذيك الكراميل كيفاش جات، من اروع ما يكون. تجي هكذاك تتعالك وتشهي وجاو منسجمين مع بعضهم وجا بزاف بزاف بنين. نتمنى من قلبي انكم تجربوا الوصفه وتخليوا لي كامل رايكم في التعليقات. لهنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون كامل عجبكم. صحة فطوركم وصحة عيدكم.